أهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد من برنامج الفيلسوف. النهاردة حبيت أخلي الحلقة بتاعتنا شوية مختلفة. هنتكلم عن حد مهم جدا. يمكن كلنا فينا كتير مننا عارفينه. آه عميد الأدب العربي، أو خلينا نقول فيلسوف الأدب، نجيب محفوظ. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتكون مركزة بشكل كبير جدا عن فلسفة الراجل ده، وقد إيه إن الراجل ده كانت آدابه فيها كمية وخزين فلسفة كبير جدا، بس محتاج اللي يطلعه له النور ويحلله شوية. في الحقيقة قبل ما أبدأ بس في الحلقة، حابب أقول لك إن الحلقة هتكون دسمة جدا وفيها شوية تركيز على كام نقطة كده في فلسفة نجيب محفوظ. ففي الأول قبل ما نبدأ الحلقة، ما تنساش تعمل شير، لايك، سبسكرايب للقناة. وأنت هنا في الفيلسوف، ويلا بينا نبدأ الحلقة على طول. نجيب محفوظ، لما نيجي نشوف نشأة الراجل ده كانت عاملة ازاي، هنلاقي ان الراجل ده في حي الجمالية. اتولد 1911، طبعا مواليد القاهرة طبعا. نجيب محفوظ، نجيب محفوظ من اكتر الناس يا شباب اللي اتأثرت بفكرة الحياة اليومية، انه دايما بيقول ان الحياة هي مرآة عاكسة للافكار فلسفية كبيرة. وده اللي كان بيقول عليه نجيب محفوظ في أكتر من حاجة، إن هو كان مقتنع تمام الاقتناع إن المجتمع المصري فيه حكاوي كتير تقدر تتحكي وليها أصول وجذور فلسفية. طبعا اللي مش عارف إنه نجيب محفوظ هو حرفيا فيلسوف. طب إزاي يا فادي أنت بتقول كده؟ بقول لك كده لأن هو خريج كلية الآداب قسم فلسفة. تمام. تاني حاجة، لما نيجي نتكلم عن الفلسفة الوجودية في آداب نجيب محفوظ، هنلاقي في الأول يعني، بس علشان اللي ما يعرفش يعني إيه فلسفة وجودية، الفلسفة الوجودية بتنقسم لحاجتين: حرية الإنسان، تمام، وقدرته على تحديد مصيره. يعني إيه؟ يعني هل الإنسان فعلا حر، كامل حريته هي في إيده، ولا في حاجة تانية خارجة عن البني آدم وعن ظروفه، هي فعلا اللي بتحدد مصيره، وهي اللي بتاخد له قراراته، مش هو دايما اللي بيكون متحكم. خليني في الأول أسألكم سؤال، وده طبعا أنا محتاج إجابته منكم تحت في الكومنتات. هل الإنسان حقيقي حر؟ قراراته بكامل إرادته بياخدها، ولا محكوم بظروف قصرية خارجة عن إرادته؟ يعني هل البني آدم مننا هو بيكون مالك كل حاجة في حياته، هو المسيطر والمتحكم الأول والأخير ليها، ولا في حاجة تاني هي اللي بتكون مسيطرة ومتحكمة؟ لأنه بصراحة خليني أكون صريح معاكم يا شباب، السؤال ده كتير جدا من الفلاسفة والحكماء اللي اختلفوا عليه، وخليني أقول اتخانقوا، لأنه هو سؤال صعب، بشوفه سؤال وجودي جدا. تمام. يعني لما نيجي مثلا نتكلم على رواية مهمة لنجيب محفوظ، وهي رواية أولاد حارتنا مثلا. أولاد حارتنا كانت بتناقش الإنسان وإرادته وقدرة ربنا. يعني هو كان بيحاول يطرح فكرة إن مش كل أفكار البني آدم بيقدر يطبقها على أرض الواقع. لا، في حاجات ربنا مش هيكون عايز أبدا البني آدم إن هو ياخدها أو يمشي فيها. فهو كانت رواية مهمة جدا، كان بتناقش الصراع المستمر ده اللي هو بين إنه البني آدم عايز يوصل لحاجة، وربنا شايف حاجة تانية خالص غير عكس طموحات الإنسان وتدبيره. لما نيجي لثالث نقطة في حلقة النهاردة، هنلاقي إن الصراع الاجتماعي بالنسبة لنجيب محفوظ كان مليان شوية رمزيات. يعني إيه يا فادي رمزيات؟ يعني هو كان بيدي حاجات في الصراع الاجتماعي في المجتمع المصري شوية رمزيات، بيرمز لها بحاجات. يعني مثلا لما نيجي نشوف الثلاثية اللي هي الإبداعية الكبيرة جدا لنجيب محفوظ، هنلاقي إنه عندنا بين القصرين، قصر الشوق والسكرية، ثلاث روايات من العيار التقيل، اللي حقيقي كانوا ادوا الأدب المصري شوية زخم محترم نقدر نتسند عليه بعد كده. هنلاقي إن في فكرة الثلاثية دي، هنلاقي ليها علاقة كبيرة جدا بالتشابه بين نظرية التطور وانهيار المجتمعات. عند مين بالظبط كده؟ عند ابن خلدون. ابن خلدون هو اللي اتكلم على فكرة التطور في المجتمعات، وقد ايه ان الفكرة دي موجودة ومطروحة بشكل كبير، ان المجتمع ليه دورة صعود، ومن وهو فوق في القمة بيبدأ دورة الانهيار. نجيب محفوظ هو اكتر واحد قدر يطبق النظرية دي على رواياته، وهي الرواية اللي هي بتاعت الثلاثية زي ما انا ما قلت لكم، بين القصرين، قصر الشوق والسكرية يا شباب. التلات روايات كانوا قادرين يجسدوا تطور وانهيار المجتمع المصري بشكل كبير جدا، وكانت يمكن من اكتر العلامات الفارقة في تاريخ الادب بتاعنا بشكل عام، لان هي قدرت تربط بشكل طبعا لا واعي بالنسبة لنجيب محفوظ، لان هو بطبعه فيلسوف. قدرت تربط بشكل لا واعي الادب بالفلسفة عن طريق المجتمع المصري. رابع حاجة الزمن والمصير في أدب نجيب محفوظ. علشان بس نبقى متفقين،
انا هنا في الفيلسوف عملت حلقه قبل كده عن نجيب محفوظ، وهي كانت بعنوان فلسفه الزمن. طبعا هسيبها لك تحت في الديسكريبشن، تقدر تبقى ترجع لها في اي وقت تحبه. لكن خليني اعرض الموضوع ليك بشكل اسرع شويه. لما نيجي نشوف حاجه زي مثلا اللص والكلاب، كانت بتطرح فكره الزمن وقد ايه ان البني ادم بيكون عنده جوست ستوري او صراع مع الماضي. ان البني ادم دايما بيحاول يهرب من ماضيه بان هو ينهيه خالص، لكن للاسف ما بيعرفش. وده اللي عرضه بشكل كبير نجيب محفوظ في الويل واللص والكلاب، لان هو كان بيطرح فكره سعيد مهران. سعيد مهران ده هو حد كان دايما بيحاول ينتقم وينهي على ماضيه، اللي فضل يطارده وفي الاخر برضه ما عرفش ينتهي منه. حتى مع مرور الزمن هو ما عرفش خالص ان هو يعديه. لما نيجي مثلا لخامس نقطة معانا في حلقة النهاردة، فلسفته الأخلاقية. فلسفة نجيب محفوظ في الأخلاق كانت بتعتمد على جزئين أو شقين رئيسيين يا شباب، وهي فكرة الخير وفكرة الشر الناحية التانية على النقيض تماما. لكن هنلاقي إن إحنا بنفاجأ إن نجيب محفوظ ما حاولش خالص يربط الخير بالنور أو الشر بالضلمة خالص. في أغلب رواياته في أغلب أعماله هتلاقي إنه الخير والشر موجودين دايما مع بعض، هتلاقيهم دايما متلازمين. مش ده لوحده وده لوحده، ده مش ده بطل وده بطل تاني خالص خالص. الموضوع كان مرتبط ببعضه بشكل إحنا مش ممكن نتخيله. يعني مثلا نجيب محفوظ قدر يخليك بشكل لا واعي تتعاطف مع الشخصيات حتى لو كانت الشخصيات دي وحشة. وما أظنش إن اديب غيره في مصر قدر يربط الرابطه دي غيره، هو نجيب محفوظ بس. طب هو ازاي يا فادي قدر يعمل كده؟ لان هو من خلال ان هو قدر يخلي لك ان حتى الشخصيه الشريره اللي موجوده في رواياته حتى تقدر تتعاطف معاها. طب ازاي ده حصل؟ ان هو بيبين لك دوافعه. الراجل ده شرير لانه عنده حصل له واحد اتنين تلاته فبقى شرير عشان كده. يمكن انا ما اظنش ان حد قدر يعرض الموضوع بالسلاسه والبساطه اللي نجيب محفوظ عرضها. خليك تتعاطف مع الشخصيات، حتى الشخصيات الوحشه، حتى الشخصيات الشريره، حتى الشخصيات الايجابيه فيها عيوب وفيها ليها كده نقط سودة في حياتها وفي تاريخها. دي يمكن من اكتر النقط اللي انا حبيت اشاركها معاك في الفيديو ده، اللي ليها علاقه بفلسفه الاديب الكبير نجيب محفوظ. نجيب محفوظ هو حقيقي إرث لكل واحد حابب يثقف نفسه ويعلم نفسه ويبدأ طريق الأدب. لأنه هتلاقي إن حتى في أسلوب نجيب محفوظ في الكتابة أسلوب بسيط جدا تقدر إن أنت تفهم وتوصل له المعلومة بمنتهى السهولة والسلاسة. لكن وراء الأفكار البسيطة دي هنلاقي فلسفات عميقة كتير لفلاسفة كتير جوه. هقول لك على حاجة كمان علشان برضو تبقى أنت مركز معايا في الحلقة. هسيب لك تحت في الديسكريبشن الحلقه اللي فاتت فلسفه الزمن لنجيب محفوظ، شوفها وبرضه قول لي ايه رايك في الكومنتات. ودي كانت حلقتي النهارده عن العالمي نجيب محفوظ. طبعا ما وفيتوش حقه، قول لي تحت في الكومنتات لو حابب ان انا اعمل له جزء ثالث، حلقه ثالثه اشرح فيها برضه، نتعمق اكتر جوه نجيب محفوظ. لان الراجل ده حقيقي عالم تاني احنا فعلا ما نعرفش عنه اي حاجه. في نهايه الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه، واكتب لي تحت رايك في الكومنتات. واشوفكم في فيديو جديد من الفيلسوف. سلام.